بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. بعد انقطاع ما دامش كتير بقدم شغل جديد في بيت جديد، لسه ما خلصتش عند الباشمهندس أحمد. دول جيرانه، ناس أفاضل. لو فضلت أتكلم على اللي أنا بحسه وأنا موجود في البيت عندهم مش هيكفيني فيديو ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة. أصل، أخلاق، كرم، شهامة، رجولة، مجدعة مجدعة من الكبير قبل الصغير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليهم، ربنا يحميهم من كبيرهم لصغيرهم. أستاذ محمد راجل فاضل، زوجته ست فاضلة كريمة، حتى الحاجة والدة الأستاذة. الواد أحمد حبيبي اللي أنا جبت له برنامج عشان عايز بيحب اليوتيوب، ان شاء الله يبقى مهندس الكترونيات، ربنا ييسر له الحال ويخش الثانويه عامه ان شاء الله باذن الله السنه الجايه. بصراحه مش قادر اتكلم على الشغل قد ما قادر عايز اتكلم على الناس اللي انا كل يوم بشوفهم وبتعامل معاهم، اذا كان استاذ محمد ولا زوجته ولا اولاده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم ويحفظهم يا رب، وينبت الاولاد نباتا حسنا باذن الله. هنا كان مطرح ما انا بخربش الحيطة، عشان الحيطة مدهونة لاكيه زيت، فالرخام مش باين صح، محدش واخد باله من الخامة، لكن الخامة اهي، دي هي مكنوسة بس. وانا لسه كمان لسه ما قفلتش وزر وتلابيس، بس ان شاء الله نازل بها تلابيس ووزر، والحوات مش كتير، هو حوات تقريبا 15 متر او 14 متر مش فاكر بالظبط. بسم الله ما شاء الله. الشغل كان جميل، لسه شغال فيه. فانا بعمل الفيديو ده بس ايه تمهيدي كده، لان انا ما كنتش فاضي خالص ان انا اصور. يعني الخامة، هنتكلم على الخامة شوية بس. والله يعني انا بحب اتكلم، الناس تبقى تتفرج على الفيديو والفيديو شغال وانا بتكلم باللي بحسه. اختلافي هنا عن اي حد بيقدم محتوى متنوع او محتوى نوعي، ان انا مش بتقيد بالخامة او بالمحتوى نفسه قد ما بتخيل، يعني قد ما يعني ب- بعبر عن مشاعري اللي حسيتها في مكان الشغل. بعتبر ان ده اهم، يعني الشغل كده كده بيتعمل والناس كلها عارفة ان انا سيد المعلمين، يعني مش الموضوع مش محتاج براهين. ده رأيي في نفسي يعني. بس انا بحب ايه، بحب الإنسانيات قوي، يعني إن الناس تقدرك، الناس تعتبرك واحد منهم، الناس تثق فيك. ده بيبقى أهم عندي من أي حاجة. يكفي الثقة الغالية دي بتأسرني لما حد بيثق فيا، بيأسرني إنه وثق فيا، عرف إن كامل راجل محترم، عرف إن كامل راجل أمين، عرف إن كامل حد يعني ثقة. وده يكفيني. ده الباشمهندس أحمد، بس ما بيحبش التصوير. هو حر، كل واحد حر في آرائه، بس أنا لغاية دلوقتي بتعلم منه. والهدية اللي عملها فيا إنه عرفني على جيرانه، دي كانت هدية منك يا باشمهندس، وإن شاء الله ربنا يقدرني ويكافئك عليها. أستاذ محمد راجل أخ فاضل، ربنا يبارك له يا رب في زوجته وأولاده. البيت بسم الله ما شاء الله، ويبقى في تكملة بإذن الله للشغل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.